السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم؟ وحشتوني. هنصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد. ونبدأ معانا النهاردة. هنعمل بقى ايه؟ وصفتين في وصفة واحدة. ايه هما الوصفتين؟ هنعمل النهاردة الأرنبيط بتاعنا بطريقتين مختلفتين. معايا بقى أرنبيطة كده حلوة عشان نعرف نعمل منها الوصفتين بتوعنا. هنقطع الأرنبيطة بتاعتنا، وطبعا معايا حلة على النار فيها مية بتغلي بشوية ملح وشوية كمون. هنفصص الأرنبيطة بتاعتنا، وهنبدأ كده نفصصها صغير وننضف العنق بتاعتها. عايزة تنضفي عنقها يا جماعة نضفيها، ما تنضفهاش ما تنضفهاش، أنا بحب أنضفها. هنعمل معانا بقى الكمية كلها بتاعتنا بنفس النظام. هنفصصها زي ما انتوا شايفين كده صغير. طبعا المية بتاعتي كده قربت تغلي، وكده خلاص احنا خلصنا. فصصي ونضفي، لو في حاجة صفرة في حاجة مغيرة لونها اشيليها. هنا بقى معايا حلة زي ما انا قلت لكم فيها الملح والكمون على البوتاجاز، وهننزل بالأرنبيط بتاعنا. طبعا فيها كبيرة يعني اكتريتها صغير، بس انا عايزة الكبيرة دي كده كده مش تفرق معايا، هستعملها في الوصفة التانية. كده بقى بدأ يستوي معانا. اهم حاجة طلعه ما يكونش سوا كامل يا جماعة، يعني نقول ايه 90%، 85%، بحيث ان هو ما يتهراش معايا، يكون ماسك نفسه. تكون ماسكة نفسها يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده، مش مهرية. الأرنبيط عموما بتحط في المية على طول بيستوي في الأيام اللي احنا فيها دي. معايا هنا بقى المقادير بتاعي. معايا دقيق، ومعايا كزبرة، ومعايا توم، ومعايا بيض. تعال نشوف هنعمل ايه. كبان البهارات معايا هنا، يعني اقولك ايه، اجي 4 كوبايات دقيق تبلتهم، هاخد نصهم ونصهم هنشوف هنعمل بهم ايه. زي ما انت شفت نصهم كده، نزلنا بالثوم والبطين والكزبرة، واقلبهم في بعض كده، وازود بالمية بتاعتي. قلبي كويس جدا. وطبعا مظبطه ملحك معاكي. الملح معانا في البهارات اللي احنا ضفناها، ملح وبابريكا وكمون وكزبره وشعرة فلفل اسمر. هنا بقى حطيت معلقه صلصه كده تعزز لي اللون بتاعه. انا بحب او اضرب طماطميه في الخلاط عادي معاه. هنا هناخد بقى نحط في التتبيله يا جماعه. انا مسرعه الفيديو عشان الفيديو ميبقاش طويل عليكي. وانزل في الدقيق. انا الاول هعمل كل الكميه اللي انا هعملها. الطبق اللي قدامي ده هعمله كله زي ما انتم شايفين كده، وفرده على صينيه. والطاسه بتاعتي على البوتاجاز، على ما انا اخلص تكون الزيت بتاعتي قدحت. ابل كده وفي التتبيله، واطلع احط في الدقيق، واهز بايديا كده، يعني ايه، خليها تدحرجاها كده بايدك علشان تعمل الطبقه الكريسبي بتاعتنا اللي احنا نشوفها. سهله جدا وماخدش اي وقت. الطاسه معانا اهي. اه. هنزل بقى بالارنبيط بتاعي. أنا الارنبيط ده عشق عندي، عشق. جميل وسهل يا جماعه، وهو بقى ايامه اليومين دول. قلب بقى معايا. شوفي وانت بتقلبي اصلا الطبقه معاكي مقرمشه، وانت بتعملي بالمعلقه كده مقرمشه. ليه؟ لانك نسيت اقول لكم ان انا حاطه في الوصفه، معلش، نص كوبايه نشا. هي كانت موجوده قدامكم في الصوره، بس انا نسيت اقول. لازم أنا اضيف على الدقيق بتاعي النشا. نص كوبايه النشا دي هتفرق معاكي كمان. كده بقى المكان يفضى احط غيره. طعمه جميل وكريسبي كده وحلو. كده خلصت الكميه اللي معايا. شويه بقى كزبره كده عشان الشكل، شفتوا؟ مقرمشة وجميلة جدا، بس أنا برضو كنت صايمة. هي بتصادف اليومين دول إن في صيام وبنصوم. تعالوا بقى نشوف الوصفة التانية بتاعتنا. معايا هنا الكزبرة، ومعايا البيض، ومعايا الأرنبيط. ده ممكن تفعصيه بإيديكي بالشوكة بأي حاجة، بس أنا هنا عشان أنجز بسرعة ضربته في الكب. أهم حاجة إن انت تنعميها وخلاص. ويكون فيها مش ناعمة أوي، يكون يعني فيها يعني إيه، نص هرسة كده، يعني مش مهروس أوي. اه. انزل في البوله بتاعتي اللي انا اضربه في الكبه، انزل بيه. شفتوا؟ مش او مش خشنه، او فيها بعض الحتت كده باينه مخرزه كده. اضرب الباقي. تعالوا بقى نشوف كده بقى هنعمل ايه.
طبعا معايا بهارات هنحطها، اقول لكم هنحط ايه برضو. هنزل بقى بالبطين بتوعي، وهنزل بالكزبرة. هنا كمية كبيرة، خدت نصها وسبت الباقي. هنا بقى كمون، كزبرة، فلفل اسمر، بابريكا. عايزة تحطي شعرة شطة عادي جميلة جدا. هنا توم باودر، بصل باودر، ملح. واقلب الخلطة دي كلها معايا. طبعا انا هنا برضو حطيت يا جماعة شوية بودر. طب لازمته ايه البودر؟ هقول لكم انا. هنا بقى الوصفة بقى الحلوة بقى كمان، واللي يعني هتخلي معايا بقى الارنبيط بتاعي يفرق معايا في الطعم. شوية جبنة موتزاريلا كده بقى. هنا بقى معايا طبق تاني في قلبه شوية بصمات، والتلات معالق نشا، واقلبهم كويس. ويلا نبدأ نشوف هنعمل ايه. هكوره كده زي ما انتم شايفين، هنعمله زي ايه؟ زي الكفتة، زي البانيه. ايوه، هي اسمه الارنبيط البانيه. شفتوا كده؟ ايوه. حط في طبق. بس انا كنت بجرب اشوف ازاي تقدح ولا لا، حطيت واحده الاول لقيتها لسه، فانا هحطه في الطبق. اه. كورها كده كرة صغيره، وتنزلي عليها ما ترققهاش قوي، عشان تبقى متماسكه معاك. الجبنه الموتزاريلا دي هتفرق معاكي في الطعم جدا يا جماعه. اه. خطيره بقى، ما اقولكيش دي جميله جدا. ده الشكل النهائي بقى بتاعنا. شويه كزبره بقى كده، وزوقي المسائل كده وروقي المسائل. ويا جماعه طعمها جميله، جربوها وقولوا رأيكم في الكومنتات. سهلة وبسيطة، وحاجة مش مكلفة، حاجة اقتصادية. ده بقى ايه؟ الأرنبيط الكريسبي والأرنبيط البانيه. وشكرا لكم حبايب قلبي، يا ريت تدعمونا باللايك يا جماعة، شجعوني. شكرا.